هنعمل مع بعض صينية الكنافة بالجلاش بطريقة سهلة وبسيطة جدا. لو انت مبتدئة او بتعمليها وما بتظبطش معاكي، شوفي الطريقة دي هتنجح معاكي من اول مرة. طريقتها سهلة وبسيطة وما شاء الله تحفة، وما بتاخدش وقت خالص. الجلاش مورق والكنافة متماسكة، وهنعمل صينية بحجم عائلي تكفي عيلة. لو انت محتارة تعملي كنافة ولا تعملي جلاش، اعمليهم الاتنين في صينية واحدة، كل ياكل منها تعجبه جدا. شايفين ما شاء الله تحفة. قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش نسمي الله ونصلي على الرسول. اول حاجه هعمل الشربات او السيرب، عشان عايزينه يكونوا تقيل وبارد. هحط كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه واحده من الميه، واسيبهم دقيقتين كده لحد ما السكر يدوب. وبعدين هحط عليهم عصير ليمونه كامله، وهسيبهم كمان 8 دقايق، وبعدين هطفي النار. ما نسيبوش اكتر من كده علشان ما يسكرش. خلاص جبت طبق ناشف وحطيت فيه نص كيلو من الكنافه. كانت موجودة عندي في الفريزر. لو انت جايباها وعايزة تعمليها، سيبيها حوالي 3 4 ساعات كده في الفريزر، عشان تبقى سهلة ان احنا نفركها على طول. شايفين مقدر بس ما بحط ايدي عليها كده بتفرك بكل سهولة. وتقدري طبعا تعمليها في الكبة، بس هي مش سهلة يعني ان انا احطها في الكبة، بتتفرك معايا على طول زي ما انت شايفاها كده، لحد ما تكون ناعمة معايا. اهي مقدر ما اضغط عليها بس كده بتتفرك معايا على طول. يا ريت لو انت اول مره بتشوفيني تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي لايك للفيديو ومشاركه مع اصحابك وحبايبك. خلاص فرقتها زي ما انت شايفاها كده، وعايزاها تكون ناعمه بالشكل ده كده. اهي خلاص. وبعدين هجيب 4 معالق كبار من السكر المطحون، اللي هو السكر البودر. 4 معالق كبار. فايدة السكر هنا لحاجتين: بيديها تماسك وبيديها لون حلو قوي وقت التسوية. وقلبتهم، وبعدين هجيب كوباية الا ربع من السمنة. السمنة مفككاها بسيط خالص على البوتاجاز، يعني ماهيش سخنة. لو انت عايزة تحطي زيت يبقى تحطي نص كوباية سمنة وربع كوباية زيت. ما ينفعش نعملها بزيت بس. خلاص. بس بصراحة الحلويات الشرقية بتبقى حلوة قوي بالسمنة. هقلبها بقى كويس كده، ومنستعجلش في الخطوة ديت. نغلف كل الكنافة بالسمنة اللي احنا حطيناها، نغلفها كويس قوي. المقدار ده مظبوط جدا على نص كيلو كنافة. اهي بجيب من تحت كده وفوق واقلبها كويس كده. وكده خلاص الكنافة بقت جاهزة معايا. هجيب صينية بقى مدورة، مقاسها حوالي 40، وحطيت فيها معلقتين كبار من السمنة، واغلفها كده كويس من الأرضية والجوانب بالشكل ده كده. وبعدين هحط فيها الكنافة، وهبدأ بقى إن اوزعها في الصينية كويس. هوزعها كده في الصينية بالتساوي بالشكل ده كده. وبعدين هجيب الهراسة بتاع البطاطس، وجبت كيس بتاع التلاجة عشان عايزة اضغط الكنافة كويس جدا جدا. ودي خطوة مهمة قوي. عايزين نضغط الكنافة كده في الصينية على قد ما نقدر. تعمليها بقى بهرسة البطاطس او اي صينية اقل من اللي انت بتعملي فيها وتضغطي بها. المهم عايزين نضغط الكنافة كويس قوي بالطريقة دي كده. ضغطها كويس كده من الجوانب ومن النص. انا شلت الهراسة بتاع البطاطس، وهحط الكيس وهضغط بايدي، لان عايزة اكبسها كويس قوي. ببطنية ايدك كده واضغطي على قد ما تقدري. خلاص كده بقت جاهزة معايا. عندي كوباية من السوداني، وكوباية من الزبيب، ومعلقتين كبار من سميد البسبوسة. واحط عليهم 4 معالق كبار من جوز الهند. اي مكسرات موجودة عندك وبتحبيها حطيها. اي مكسرات اي نوع، عايزة تشيلي اي نوع من انواع دي تشيلي، عندك انواع تانية حطيها. هقلبهم كويس كده مع بعض، واحط عليهم حوالي 4 معالق من الشربات اللي احنا عاملينه او السيرب، وهقلبهم على طول عشان يدي تماسك للمكسرات. وهنزل عليهم كده على صينية الكنافة، وهوزعها في الصينية كلها بالشكل ده كده.
علشان المكسرات تبقى موجودة في الصينية كلها، ما يبقاش في مكان ومكان لا. وجبت برضو كيس بتاع التلاجة وهضغط عليها عشان اكبسها مع الكنافة. ضغطة حلوة كده. وبعدين جبت الجلاش، حطيت اول ورقة كده عادي خالص، لو ورقة متقطعة ولا كده بنحطها. وهبدأ احط الجلاش على الكنافة بالشكل ده، ومسحة بسيطة خالص من السمنة. يعني الجلاش مش هياخد مني حوالي 3 معالق كبار من السمنة. ما بكترش، على قد ما انا عاوزة اوزع السمنة على ورقة الجلاش كلها عشان يبقى مورق معانا. عادي خالص لو ورقة متقطعة ولا حاجة بنحطها. حطيت قد ايه من الجلاش؟ حطيت نص لفة جلاش، يعني حوالي ربع كيلو من الجلاش ده اللي بيبقى جاي. الكيس حوالي 450 جرام او 500. انا خدت نص اللفة بالظبط. لو هتجيبي جلاش سايب هيبقى ربع كيلو. وهبدأ بقى انا اوزعه في الصينية كلها، وكل ورقة بنحط عليها مسحة بسيطة خالص من السمنة. وممكن تقطعي ورقة الجلاش من النص، وتحطي كل نص في الجوانب كده زي ما انا بعمل. وبنرفع حرف بسيط خالص في الجوانب. وخدي بالك حطي مسحة بسيطة برضو على الجلاش اللي هو طالع على الحرف ده، عشان لما نيجي نضغطه ما يتكسرش معانا. شايفين قد ايه طريقتها سهلة وبسيطة، والنتيجة ما شاء الله تحفة. بجد الله اكبر، طعمها حلو جدا وما بتاخدش وقت. بحط الجلاش ومسحة بسيطة من السمنة، وبنحاول بقى نظبطها كده في جميع الجوانب بتاع الصينية. اهي بقطع الورقة مثلا من النص، وبحط كل جنب كده نص ورقة من الجلاش. عادي خالص لو في ورقة متقطع ولا حاجة بنحطه. بدهن مسحة بسيطة خالص من السمنة. وعشان بقى ننزل الجوانب، هجيب السكينة بحرف السكينة كده، وهنزل الجوانب دي كلها، الحروف بتاع الجلاش هنزلها تحت كده علشان الصينية يبقى شكلها حلو، وكمان ما نحرقش منا واحنا بنيجي نسويها. او ممكن تعمليها بالمعلقة، بظهر المعلقة كده وتضغطي تنزلي الجلاش لتحت. وخدي بالك وانت بتدهني الجلاش بالسمنة، تكوني عاملة الحروف دي بالسمنة علشان ما تتهريش وتتكسر منك. شايفين مقدر ما بضغط بتنزل على طول. دي نص لفة الجلاش اللي فايضة من اللفة الكاملة اللي كانت معايا. حطيت نص لفة بس مش اكتر. وهبتدي بقى اقطعها. انا هقطعها مربعات، ممكن تقطعيها مثلثات زي تقطيعة البيتزا كده. التقطيعة اللي تريحك اعمليها. بنقطع كده كويس الجلاش والكنافة من تحت، يعني بنضغط نقطع كده لأرضية الصينية من تحت. هعملها مربعات. وبنمسك الورقة من الجنب كده علشان ما تطلعش معانا. اهي. ومسحة بسيطة خالص من السمنة كده على الوش. نيجي بقى للتسوية المظبوطة. انا مسوياها في فرن البوتاجاز على درجة حرارة اقل من المتوسط. بحطها في الرف اللي في النص، ما بولعش الشواية خالص الا في اخر 5 دقايق علشان تنجح معاكي، وتكون تسوية مظبوطة زي ما انت شايفاها كده ما شاء الله بجد تحفة. علشان التسوية تطلع معاكي مظبوطة، تكون درجة حرارة تكون هادية عليها. كل 5 دقايق بتغيري الصينية علشان تاخد لون كويس من جميع الجوانب، وتطلع معاكي باللون الذهبي اللي انت شايفاه ده. وفي اخر 5 دقايق بولع الشواية، وتكون برضو درجة حرارة تكون هادية جدا. وما بسيبهاش طول ما انا واقفة كده بشوفها، وبضير الصينية عشان تاخد لون ذهبي حلو قوي.
طب نعرف ازاي انها استوت وخدت اللون المظبوط؟ بنلاقي الصينية الكنافة فصلت عن الصينية نفسها، زي ما انتوا واخدين بالكم كده الكنافة فصلت عن الصينية، بتلاقيها خدت لون دهبي من الجوانب كده، بتكون استوت من تحت. شايفين فاصلة ازاي عن الصينية؟ اهي دي التسوية المظبوطة، بتلاقيها من الجوانب كده خدت لون حلو قوي. وبعدين تروحي مولعة الشواية عليها، ما تعليش عليها النار عشان تاخد لون حلو معاكي. اهم حاجة في التسوية بتاعتها عشان تكون مقرمشة. واول ما نطلعها من الفرن بنسقيها بالشربات على طول، الشربات يكون بارد. بعد ما سقيتها بالشربات ما كانش بقالها 10 دقايق ووريتها لكم زي ما انت شايفاها كده. لو انت عايزاها تبقى طرية معاكي هتحطي كوبايتين سكر وكوباية ونص من المية، وهتخلي الشربات يكون خفيف لو انت عايزة الكنافة والجلاش يكون طري. لو انت عايزاهم بقى فيها سنة قرمشة كده حلوة، هتعمليها بالشربات اللي عملناه في اول الفيديو. شايفين بجد ما شاء الله، الله اكبر، بجد تحفة. شايفين التوريقة بتاع الجلاش والكنافة متماسكة، وكل ما بتبرد كمان بتبقى متماسكة عن كده وبتبقى احلى واحلى. عملت قبل كده الكنافة بالقشطة، وعملنا الجلاش والبقلاوة والقطايف، وصفات كتيرة قوي جدا من الحلويات. وان شاء الله الفترة اللي جاية نعمل وصفات اكتر واكتر من الحلويات الشرقية بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تعجبكم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.